بس في ناس انا بحس ان هي ما تنفعش تسوق موتوسيكلات. مره قابلت طيار، انا قلت له ما تسوقش موتوسيكلات، الراجل ده بيسوق طيارات. ممكن تقول لي اسمه عشان لو طلعت مسافر وهو ومعانا كورسات مع ايوه. انا بعمل كورسات ببلاش، اي حد عايز يتعلم، بس انا ما عنديش موتوسيكل اعلمه عليه، اي حد عايز يتعلم يجي لي بموتوسيكل وانا عناني في الجنينه هنا. في هنا هعلمه في اي حته. دلوقتي واحد صاحبي عايز يتعلم يسوق موتوسيكل، تمام، ايا كان بقى موتوسيكل او سكوتر، بس هو غالبا هيجيب سكوتر. تمام. انا كنت بقول، انا اقول لك ده اللي انا بقوله، وده ممكن يبقى غلط كبير يعني، بس انا بقول لك، انا كنت بقول له لو بتعرف تسوق عجل هتعرف تسوق سكوتر، وبعد ما تسوق سكوتر حبه جرب تسوق موتوسيكل، هتبقى عندك ايه توازن الموتوسيكل كتقل او تعامل مع فرامل وكده، وتبدا تتعلم على المانيوال. ده اللي انا كنت بهبده يعني. ما الله اعرفش ده يبارك حقيقي فيك. ولا لا، فانت قول لي انت صاحبك بقى لسه الصح. عايش؟ إيه اه. الحمد لله. امه بتدعي له. طيب بصوا يا جماعه، انا على حسب معلوماتي، انا هتكلم بكل صراحه، انا ما خدتش كورسات سواقه، تعليم سواقه موتوسيكلات، لان في بلاد فيها كورسات وكورسات ليفلات، من اول ان انت تتعلم تسوق في الشارع لغايه الستانت او لغايه الريسنج، ان انت تخش سباقات وريسنج ودراج. انا ما خدتش كورسات لان ده للاسف مش متوفر في البلد. عايز اقول لك برضو على حاجه بالموضوع ده. كنت قاعد مع حد من المانيا في مصر هنا، كان بيقول لي برضو ان اللايسنس بتاعته مكتوب فيها الكاتيجوري بتاعه. بالظبط. ودي ناس معرفش ليه جت تكدبني فيها لما اتكلمت في الموضوع ده من فتره. قلت ان كل بره ما ينفعش مثلا واحد لسه ناجح في الثانويه العامه ابوه يجيب له 1000 سي سي. بالظبط. هو خلي بالك الموضوع ده اتطبق في الرخصه الجديده، انا اوريها لكم. في مصر. بقى مكتوب القدره ان هو لغايه 125 سي سي او 150، انا مش فاكر الرقم، وبعد كده 1000 سي سي. بس طبعا لما انت بتيجي تجدد الرخصه فبيعتبرك على اساس ان انت قديم، او موضوع ال 125 ده على حسب السن، لو هتطلع السن بدري. تمام. عايزين نشوف المعلومه دي. يعني انا بصراحه نفسي يعملوا حاجه زي كده ويشددوا عليها، لان الموضوع بقى صعب جدا ان انت تجيب شاب صغير مثلا بالظبط. تخليه يسوق موتوسيكل انت انت بيطلع انت 200 حصانه يعني. انت بتدي له اداه انتحار يعني، بعد الشر حقيقي. عن الناس. المهم، امم. فانا للاسف ما خدتش كورسات، مش كسل مني او تقصيرا مني، للاسف ما فيش في مصر مكان بيدي كورسات سيرتيفايد في السواقه. بس انا بقالي حوالي 20 سنه بسوق وبذاكر. امم. تمام. مش هقول ان ده بيعوض الكورس، بس بذاكر وبقرا وبجتهد عشان اوصل للمعلومه وبجربها كل يوم. انا راجل بقالي 20 سنه بركب، وعلى الاقل اخر 12 سنه الموتوسيكل هي وسيله مواصلاتي الوحيده، فبروح وباجي بيها الشغل، بتعرض للظروف المختلفه سواء خروجات فسح سواء شغل، فانا بركب الموتوسيكل كل يوم. فخلينا نقول شويه حاجات في موضوع تعليم سواقه الموتوسيكلات. في ناس، انا سمعت، انا مش متاكد من المعلومه، في ناس قليلين جدا، واحد او اتنين في مصر كانوا اتيحت ليهم فرصه السفر بره وخدوا كورسات. فالناس دي طبعا هيبقى ليهم الافضليه عن الناس اللي معتمده على الخبره او الخبره والمذاكره زي حالتي. تمام. ده رقم واحد. رقم اتنين، انت قبل ما تروح تتعلم لازم تبقى عارف شويه نقط مهمه. انت يعني زي كورس، انا رايح النهارده اخد كورس برمجه، رايح اخد كورس طبخ، لازم مش عارف ايه، فلازم في نقط اساسيه لازم المنتور بتاعك او الراجل اللي هيعلمك يبقى مطالب ان هو يعلمها لك. لو لقيته عمل سكيب لواحده منهم فوتها، يبقى الكورس ده كده مضروب طب ما واي في كلام. حاجة، طيب ما هو برضو انت خد بالك الامكانيات دي حاجة بتاعة المكان. يعني انا شايف ان هو مش كل الاماكن، يعني في اماكن كبيرة جدا في مصر بتعلم على موتوسيكلات صيني صغيرة. بص، هي مش هتفرق انت بتتعلم على ما هو موتوسيكل المشكلة ان ايه. انت مفيش مثلا طريق مهيأ ان هو يطلعك يعلمك فيه تعمل كاونتر ستيرنج. مفيش طريق مهيأ آه يطلعك يعلمك عليه ازاي مثلا تعمل ريف ماتش او انجن بريك يعني. بص هقول لك على حاجه. الكاونتر ستيرنج، الريف ماتش، التريل بريكنج، كل دي تكنيكس مطلوبه، بس هل هي بيزكس عشان تروح مشوارك او تعيش؟ لا، بس ليها بدائل تانية. بس الكاونتر ستيرنج انا شايف ان هو يعتبر يعني زي يعني انت مثلا تتعلم تدوس بنزين وتنقل غيارات، وتتعلم تعمل كاونتر ستيرنج. انا لا، شايف انا هقول لك على حاجه. انت لو سقت سواقه هاديه وتجنبت المخاطر، مش هقول مش هتحتاج تتجنب تستخدم الكاونتر ستيرنج، بس استخدامه هيبقى نادر جدا بالنسبه لك. ما هو خلينا نتكلم عن البيزكس، يعني نتكلم عن الكاونتر ستيرنج تحديدا. ايه هو الكاونتر ستيرنج؟ الكاونتر ستيرنج ان انت تفهم ان الموتوسيكل ما بتجيبش الجادون يمين فبيروح بيجي يمين، لا، هو بتجيب الجادون يمين مع ميلان معين فبيروح شمال، او تكسر شمال فمع ميلان معين فالموتوسيكل بيعكس. طب ده انت بتستخدمه، انت بتستخدمه في حالات الطوارئ. طب امتى حالات الطوارئ؟ على سرعات عاليه وانت بتريسك. فلو انت تجنبت الحتتين دول في بدايه تعليمك السواقه، انا مش بقول ان هو مش مطلوب ان انت تتعلمه، انا بتكلم في بدايه تعليمك السواقه، فانت مش محتاجه دلوقتي.
ماشي، هو في يعني لو الليفل اللي هو مشيت فعلا. لو مشيت على قدك وانت راجل عاقل ومش بتطلع تقفل عداد وغرز وحاجات مفاجأة هتطلع قدامك، فانت مش هتتحط في الموقف ده. مم. في ناس عاشت وماتت وسقت 40 سنه وما تعرفش يعني ايه كاونتر ستيرنج ولا بتعرف تعمله. ما هو مش مطلوب من الراجل اللي بيديك كورس ب 1500 جنيه يعلمك كاونتر ستيرنج، صح. بس مطلوب منك انت ان انت تذاكر وتجرب واحده واحده، لان الكاونتر ستيرنج وقته خطر. مش مطلوب منه يعلمك الريف ماتش، بس مطلوب ان انت تبقى عارفه عشان لو احتاجته. يا جماعه سواقه الموتوسيكلات هي تدريب يومي، عامل زي الجيم. صح. الجيم انت بتسيبه وهو بيسيبك، انت لازم كل يوم تروح تلعب تكسر الالياف العضليه عشان تريكفر وتحافظ على العضلات او تكبرها. نفس الكلام الموتوسيكل، انت كل يوم بتدرب نفسك على مواقف جديده، لان المواقف لا تنتهي ولا تحصى. بس في بيزكس في كورسات السواقه المفروض تبقى موجوده. انا رايح النهارده دافع من اول 1000 ونص لغايه 5000 جنيه 10000، انا ما اعرفش اسعار الكورسات حاليا دلوقتي وصلت لغايه فين، ربنا يستر يعني. بس في بيزكس لازم الراجل ده يوفرها. ومعانا كورسات مع ايوه انا بعمل كورسات ببلاش، اي حد عايز يتعلم، بس انا ما عنديش موتوسيكل اعلمه عليه. اي حد عايز يتعلم يجي لي بموتوسيكل وانا عناني في الجنينه هنا. في الجنيه هعلمه في اي حته. هو انت كنت قبل كده اتكلمت عن موضوع ان انت وانت ماشي بص على المخرج وما تبصش قدامك، صح؟ كان انت ولا كان مين؟ كان في حد اتكلم في الموضوع ده، يا انت يا حد اجنبي. مخرج يعني انت داخل ملف تبص على المخرج ما تبصش قدامك، انت بتبص على الحته مطرح ما انت عايز تروح. ما انت عايز تروح. الموتوسيكل عامل زي المسدس، انت عايز تضرب واحد بالنار، انا باجي اضرب كده ولا بضرب وببص على اللي عايز اضربه بالنار؟ بس في ناس بتبص قدامها. لا يعني في ناس بتبقى ماشيه لا هو باص قدامه، فتلاقيه دايما في الملفات مثلا. دي ناس كتير قوي بشوفها بتغلط الغلطه لا. دي، تلاقيه في الملف دخل في الايه. لا غلط. العين بتدي اوردر للي هي بتبص عليه للجسم في اللاوعي في اللا ادراك. فانا عيني باصه هنا، حتى لو انا عايز اخش هنا عيني بتدي اوردر ان انا افضل مكمل هنا. تمام. ده حاجه ليها علاقه بالعين، وحاجه اسمها التارجت فيكسيشن، ان انا عيني لكت على حاجه فهتدي اوردر لجسمي ان هو يروح له، فجسمي هيدي اوردر للموتوسيكل ان هو يروح. عشان كده في الحوادث دايما بيقول لك لو لقيت عربيه وقفت فجاه تجاهل العربيه، ما تبصلهاش، بص انت عايز تروح فين، بص للحته الصغيره اللي هتعدي منها. ودي كانت اللي انت كنت اتكلمت فيها، اللي هو ما تمشيش ورا العربيه بالظبط، امشي في يمينها يا شمالها في على مخرج. فرده بالظبط، على فرده. الا بقى لو هو غفلك ولقى نقره فجاه ولبست انت النقره، دي قصه ثانيه. ففي ان انت تبص ازاي، وفي التارجت فيكسيشن. فايه بقى الحاجات البيزكس اللي المفروض انا كراجل رايح اتعلم سواقه الراجل ده يعلمها لي؟ اول حاجه ازاي احرك الكائن اللي انا هقعد عليه ده، سواء سكوتر او موتوسيكل، ده رقم واحد. رقم اتنين واهم حاجه التوقف المفاجئ، التوقف بتاع الطوارئ، لان ده مهم اكتر من التوقف العادي. الراجل ده يعلمني ازاي احرك وبعد كده اقف فجاه، انا في حاجه وقفت قدامي. وازاي برضو اتفادى البانيك بريك. يعني بقى في حاجه برضو ان يعني في ناس كتير بتبقى ماشيه ايديها على الفرامل، بس هي مش متمرسه قوي. يعني انا اقول لك حاجه، انا ببقى ماشي دايما في الزحمه. يعني انا بعمل حاجه غريبه جدا متخلفه، انا ما بحبش الفرامل قدام. اوكي. انا عندي كره شخصيه ما اعرفش ليه، مع انها اقوى وكل حاجه. وحتى في موتوسيكلات كبيره لما كان معايا الهورنت ما بدوسش فرامل قدام خالص، ما بستخدمهاش، دايما بستخدم ورا. تمام. انا دايما طول ما انا ماشي في الزحمه رجلي على الفرامل، يعني حرفيا رجلي في وضع تاهب ان انا هدوس فرامل في اي لحظه. غصب عنك هتاكل رجلك، هتحمل على الفرامل التيل هيتاكل والطنبوره هتتاكل. غير التيل لا انا بحاول ان انا ما وهتسخن وهتقلل كفاءتها. هي بس الفكره ان انت تبقى متوقع اللي هيحصل مع وجود سيناريو. يعني انا لما بيحصل قدامي حاجه انا مش هدوس فرامل في ساعتها، لا انا يا اما مثلا هعمل دريفت واخرج، او مثلا لو هتجيبني مثلا ممكن اهدي واقوم غير اتجاه بسرعه واقوم خارج بمخرج تاني. بس اللي انا اقصده ان انا مش بعمل بانيك بريك، لان انا ليه انا متعقد من الفرامل قدام. اول ما جبت سكوتر خالص فرامل الجدون انكسر وقعت، معروفه فرامل قدام كلنا. والتي ان تي 250 انا وقعت بيه مرتين وانا واقف. انا ما وقعتش، انا اقسم بالله العظيم جيت مثلا اقف قدام مكان بدوس فرامل عادي، دوست فرامل لقيته سحف ووقع وانا واقف عادي. فرده الكاوتش العظيم، فرده الكاوتش بشعه، فانا حصل لي تروما تروماتايز. لا ما هو انت لازم بص. انا في 2016 عملت حادثه، وكانت حادثه على سرعه. اول حاجه عملتها ان انا لما يعني ريكفرد وخفيت رحت جبت موتوسيكل وعملت حاجه متخلفه، بس انا كنت قاصد اعمل ده، قفلت بيه عداد. ليه؟ عشان اكسر حته التروما بتاعت السرعات. تمام. طبعا سواقتي عقلت وهديت وبطلت بقى التخلف اللي كان بيحصل ده، بس انا كنت عايز اكسر حته ان انا عندي تروما من السرعات العاليه بعد الحادثه.
فلازم تتغلب على التروما. تتغلب على التروما بايه؟ بالتدريب. انت النهارده راجل في كلب عضك وانت صغير، جالك عقده من الكلاب، اول حاجه بتعمل ايه؟ ما بتروحش تجيب كلب شرس بتربيه، بتجيب كلب لولو، وبعد كده تبتدي تابجريد لغايه لما تتعود على الكلاب والتروما بتروح. فنفس الكلام في الموتوسيكلات، كلنا وقعنا، مفيش حد ما لحس الاسفلت زي ما بيقول. فالفكره ان انت تفهم ان انت كل يوم في تدريب، كانك كل يوم بتروح الجيم. انا النهارده نازل اركز في الاكسبيرينس الجديده اللي هاخدها، لان كل يوم موقف مختلف، واحد بيكسر انا في مره كيس اسود طار في وشي عمل لي حجب للرؤيه، حاجه غير متوقعه، في حاجات غير متوقعه ممكن تحصل. طب ايه تاني بقى غير ازاي تمشي الموتوسيكل وازاي توقفه؟ ازاي تمشي الموتوسيكل، التوقف، الطوارئ، ازاي تتحكم في ميلان الموتوسيكل، الغرز سواء الضيقه او الواسعه، دول اول هو اللي بيعرف يعمل الدقيقه غالبا بيعرف يعمل واسعه. لا، هي دي ليها تكنيك ودي ليها تكنيك، وعلى حسب الموتوسيكل او السكوتر. بس لازم يعلمك الاثنين، يعني الضيقه على السرعات الهاديه والواسعه على السرعات العاليه. فدول اول 3 حاجات بيزكس الراجل لازم تضمن ان هو يعلمهم لك ويفهمك هم بيحصلوا ازاي وليه. يعني مش يجيب لك اقماع فيقول لك يلا عدي ما بين الاقماع فانت تعملها فجسمك يتعود عليها لا ارادي، لا، يفهمك انت بتميل الموتوسيكل كده وبتعمل بالانس الناحيه الثانيه بالعكس عشان توازن الموتوسيكل، فتبقى فاهم الفيزياء البسيطه. مش هقول لك تجيب معادلات وبورد ويكتب عارف لك، الحته تبقى دي فاهم فعلا. الفيزياء البسيطه ان انت وانت بتميل الموتوسيكل كده بالراحه على السرعات البطيئه انت محتاج تعمل بالانس معاكس الناحيه الثانيه عشان الموتوسيكل يبقى معمول له بالانس. برضو الحته دي مهمه. حته الغرز، يعني مثلا الغرز فعلا بموتوسيكل صغير او موتوسيكل مثلا 200 سي سي، مثلا وانت على سرعه، يعني مثلا انت ماشي على 60 70 هتاخد غرزه ما بين عربيتين. انا بشوف كتير جدا من سواقين الموتوسيكلات مثلا طلبات او كده بياخد الغرزه كده، يعني بيدخل بعرض الموتوسيكل حرفيا، يعني بيدخل بعرض الموتوسيكل ومكسر مره واحده. دي انت لو بموتوسيكل تقيل يعني انت قوه الطرد مش هتوقعك، ده انت فحته برضو فعلا فرق البايك اللي انت سايقها، انت دي تجيبها كده ودي مش هتيجي كده خالص، يعني دي بالظبط، صعب الموضوع فيها. زي اختلاف العربيات، اللي سايق عربيه غير اللي سايق تريلا، غير اللي سايق عربيه صغيره غير اللي سايق عربيه كهرباء، كل حاجه وليها السنس. بس احنا بنتكلم في البيزكس، تبقى فاهمها وجسمك يوصل لمرحله ان هو يعملها ماسل ميموري محترمه ان انت بالظبط، تبقى لا عارف. تلقائي، عنده ماسل ميموري، وتبقى فاهم الفيزيكس هي دي ليه بتحصل. صح. يعني هو انا ليه لما باخد غرزه بميل بجسمي الناحيه الثانيه؟ ليه الكاونتر ستيرنج بعكس الجادون شمال الموتوسيكل يروح يمين؟ ليه الفكره دي؟ ايه فكره الطرد المركزي؟ ليه فكره ان انا لما ببقى واخد سرعه عاليه وبميل الموتوسيكل ما بيقعش على جنبه؟ ايه اللي شايله؟ انت عارف كنت شفت فيديو بره كان بيتكلم على حته انت وانت داخل كورنر ما تبقاش داخل على الماكسيمم ار بي ام، او مثلا ليتس سي ان انت على الغار الخامس وماشي على ار بي ام 8 تمام وداخل الملف وهتميل جامد، يقول لك ان انت في الملف الار بي ام ممكن يوصل 9 واكتر بسبب ان انت مع اللين انجل القطر بتاع الكاوتش، مش هو الكاوتش بيبقى من النص كبير ومن الجناب بيصغر، بالظبط، فوانت داخل بتاخد الملف بيقول لك ان القطر لما بيصغر الار بي ام بيعلى. بيعلى لان القطر بجد صغر. كميه تفاصيل بص، التفاصيل المرعبه دي اللي رايح مش تفرق يتعلم معانا. مش هتفرق مش تفرق معانا، في السؤال احنا على مش في ريسنج. انا بتكلم على التفاصيل المرعبه الخاصه بالامان في الديلي يوز. ايه. تمام، يعني انا النهارده كواحد هبعلم حد سواقه، انا مش مطالب اعلمه الريف ماتش. ممكن اديله هنت عن الكاونتر ستيرنج، بس لما الراجل ده يبقى متمكن يرجع لي تاني عشان اعلمه الكاونتر ستيرنج، لان صح. الكاونتر ستيرنج لو علمته كبيزكس والراجل ده طلع جربه هيقع ويعمل حادثه. صح. احنا بنتكلم على البيزكس، وان هو يفهم البيزكس دي بتحصل ليه ويحس بيها، لان هي دي فكره كورس السواقه. ما انا ممكن اخد تحريك الشيء نفسه سهل، نقلات فوق تحت دبرياج فرامل خلاص شكرا. البالانس برضو سهل لو اتعلمت على عجله، انما اللي بيعلم سواقه المفروض يفهم يربط ما بين التنفيذ على على ارض الواقع والريسبونس، وليه ده حصل فيزيائيا. بس في ناس انا بحس ان هي ما تنفعش تسوق موتوسيكلات، يعني ما اقصدش حاجه والله، يعني العربيات مثلا بتحجم الشخص برضو الى حد ما في قدراته، يعني ما اقصدش حاجه والله، بس فعلا في ناس بيبقى هو مثلا ما عندوش ريفلكس السريعه بص بيعرض، انا بشايف ان هو رايح يموت. بص انا عايز اقول لك الموقف ده وكان غريب جدا. انا مره قابلت طيار، انا قلت له ما تسوقش موتوسيكلات، الراجل ده بيسوق طيارات، بيسوق طياره، ليه بقى؟ وراجل متمكن ما شاء الله. عنده مشكله مع الموتوسيكلات، الريفلكسز بتاعته فيها مشكله. ففعلا مش كل الناس تعرف تسوق موتوسيكلات، سواء عندها
ردود فعل غلط او مش مظبوطه او مش سريعه كفايه او سريعه زياده عن اللزوم. فبتعمل بانيك بريك او بيعمل بالظبط. تصرفات. او الراجل ده عنده مشكله في الاذن الوسطى، البالانس عنده فيه مشكله، او الراجل ده عنده مشكله في التركيز، او الراجل ده عنده مشكله نفسيه، بيتخض بيتشتت بسرعه. فمش كل الناس مؤهله انها تسوق موتوسيكلات، زي ما انا مش مؤهل ان انا اسوق طياره، زي ما انت مش مؤهل ان انت تسوق غواصه. مش كل واحد بيعرف يعمل كل حاجه، ده صح. عادي وما يعيبش حد. ممكن تقول لي اسمه عشان لو طلعت مسافر وهو لا طياره كويس ما تقلقش. اقول له علمني 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 اسوق الطيارة، طياره وانا اعلمك تسوق تسوق موتوسيكل. الموتوسيكل.